ملخص مباراة الأهلي والترجي. انطلقت مباراة الأهلي والترجي السبت 18 مايو في دور ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث شهدت المباراة أداء قوي من جانب الفريقين الذين قدموا مجهود بدني قوي أثر على سير أحداث المباراة، فيما نجح الأهلي بفرض سيطرته. انطلاق صافرة المباراة الدقيقة 5، رأسية خطيرة من رودريجو تمر بجوار القائم. الدقيقة 6، تبديل اضطراري بخروج علي معلول ونزول كريم فؤاد. الدقيقة 20، استحواذ منه والترجي بدون خطورة. الدقيقة 30، استحواذ سلبي من الفريقين بدون أهداف. الدقيقة 40، ركلة حرة خطيرة للترجي تمر بجوار القائم. الدقيقة 45+2، نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي 0-0. الدقيقة 45، انطلاق صافرة الشوط الثاني. الدقيقة 60، هجمة خطيرة للترجي تنتهي باحتساب تسلل للأهلي. الدقيقة 70، إصابة لرامي رابعة بعد هجمة خطيرة من الترجي. الدقيقة 80، تبديل للأهلي، قفشة بديل أمام عاشور، رضا سليم بديل بيرسي تاو. الدقيقة 90+5، نهاية مباراة الأهلي والترجي بتعادل سلبي 0-0.